تالت حاجة عدم تقبل وجود الخطر. في ناس كتير عايزة تعيش حياة من غير أي خطر، من غير فشل، من غير إحباط، من غير وجع. بس الحقيقة إن الحياة عمرها ما هتكون كده. الخطر والفشل والزعل جزء من الرحلة، جزء طبيعي زي النفس اللي بناخده. تلاقي الشخص القلوق مثلا عايش طول الوقت بيحاول يأمن نفسه من كل حاجة، يأمن مستقبله، رزقه، عربيته، صحته، كل تفصيلة في حياته، وبيقول لنفسه أنا مش عايز أتعرض لأي حاجة فيها خطر. بس الغريب إن الناس اللي بتفكر بالشكل ده هم نفسهم أكتر ناس عايشة في قلق. طب ليه؟ لأنهم بيحاولوا يعملوا المستحيل. مش ممكن تعيش حياة خالية من الخطر، ولا تعرف تمنع الأيام إنها تتقلب، ولا تقدر تضمن إن كل حاجة تمشي على مزاجك. الراحة الحقيقية مش إنك تمنع الخطر، لكن إنك تتقبل وجوده. لما توصل لمرحلة إنك تقول لنفسك أيوة ممكن أفشل، ممكن أتأذي، ممكن الدنيا تتقلب، بس أنا هتعامل، ساعتها بس القلق هيبدأ يقل، وهتعرف تعيش بهدوء، لأنك خلاص تقبلت طبيعة الحياة زي ما هي، بكل حلوها ومرها.